كما تعلمون في الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي أعلنت على إضراب عام مفتوح ابتداء من نهار 6 ماي. هذا الإضراب اللي جا نتيجة ديال التماطل ديال الحكومة بصفة خاصة وزارة المالية اللي رفضت واحد القرار ديال المجلس الإداري ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي كيسابق على واحد الاتفاقية اللي سناتها الإدارة العامة للمؤسسة نتاعنا مع الشريك الاجتماعي اللي هو الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. هذا الفيتو بين قوسين ديال وزارة المالية اللي حنا كنستغربوا ليه حقيقة، لأن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة مستقلة عن مالية الدولة، عندها مجلس إداري هو اللي كيقرر جميع الشؤون ديال المؤسسة. وحنا استغربنا لهذا القرار اللي خدته وزارة المالية اللي رفضت فيه واحد الحق اللي حنا كنعتبروه حق عادي مشروع نظرا لعدة مسائل. أولا ظروف العمل اللي كاينين عندنا اللي كنخدموا فيهم الاخوات والاخوان ديالنا في المؤسسات ديال الضمان الاجتماعي. اي واحد في المغرب غادي يشوف ديك ظروف العمل فاش كنخدموا 2015 باقي ديك ظروف العمل. اعتقد بان هناك اعتداء حيف بالنسبه للمستخدمين والمستخدمات والاطر ديال المؤسسه ديالنا. واحد الاتفاقيه الجماعيه اللي كانت موقعه على الاداره العامه اكثر من 25 سنه هذه كنطالبوا بالتحيين ديالها اعتبارا لعده تحولات اللي وقعت في المؤسسه. هو بقوه القانون خصها تغير. حنا ناضلنا على هذه المساله داروا اكثر من 8 سنوات وحنا كنناضلوا عليها. درنا اضرابات ديال 24 ساعه، ديال يومين، ديال 3 ايام، درنا وقفات، درنا بلاغات، درنا احتجاجات، استوفينا جميع الشروط ديال الاحتجاج. درنا مفاوضات ماراثونيه مع الاداره العامه عده سنوات، وقعنا مع الاداره العامه عده اتفاقات. مجلس الاداره صدق على واحد العدد ديال هذه الاتفاقات، ولكن اللي غادي ينفذ الحكومه رفضت جمله وتفصيلا هذه الاتفاقيه. وبالتالي حنا كنقولوا بان حنا مستعدين. هذه أول مرة في المغرب كنشوف فيها إضراب عام مفتوح في شي مؤسسة عمومية، وما أدراك ما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي عنده واحد العدد العلاقات مع المواطنات والمواطنين، المستخدمات والمستخدمين والمنخرطين. هناك الناس اللي خصهم يدفعوا ملفات ديالهم وغيوقعوا في مشاكل. هناك مؤسسات ديال الكلينيك اللي غادي يبغيو يطلبوا الناس بغاو يتعالجوا خصهم لي بريزون شارج، ما كانش الاعتها لهم. وبالتالي حنا لسنا دعاة اضرابات، حنا لسنا دعاة احتجاج، حنا مكرهون، حنا مجبرون على اتخاذ هذا القرار البطولي. كنقولوا قرار بطولي وشجاع اللي انخرط فيه جميع المستخدمون والمستخدمات والاطر ديال الضمان الاجتماعي، لان نهار 6 كان 100% ديال الاضراب، البارح نفس الشيء، اليوم كذلك. حنا باب الحوار مفتوح، حنا المطالب ديالنا راه واضحه وباينه. هو وزاره الماليه الحكومه خصها ترفع يديها على هذا الملف، لأن ماشي سوقها. هناك مؤسسة دستورية اللي هي مجلس إداري ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي فيه الممثلين ديال الدولة، فيه الممثلين ديال أرباب العمل، وفيه الممثلين ديال العمال. هذا المجلس الإداري اللي عنده سنين وهو كيشتغل، وهذه الحكومه جلست حتى لهذه السنه وهي ترفض لنا هذا المشروع ديالنا، هذه الحقوق ديالنا، هذه الاتفاقيه. وبالتالي حنا راه غادي نصمدوا في هذا الاضراب الى ان نحققوا المطالب ديالنا المشروعه.